السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل توست من غير ولا اي حاجة، ندى يا دوبك عندنا دقيق نص كيلو، عندنا كمان شوية ملح، معايا كمان خميرة واديله على طول. طبعا الخميرة حاطة فيها معلقة من السكر وحطيت عليها كده المية الدافية بتاعتي. الله أكبر. طيب معايا ايه تاني؟ معايا كده شوية زيت، يعني على حدود معلقتين. بالشكل ده هنعمل احلى توست ومن غير القالب بتاع التوست نفسه. هعمل لكم احلى توست اقتصادي في حتة تاني خالص يا جماعة. هنعجن بايه يا ندى؟ هنعجن بمية دافية معايا بالشكل ده، وهبتدي كده العجن واقول بسم الله الرحمن الرحيم، وما تنسوش تصلوا على النبي. واديله بقى مية. اهم حاجة ان احنا نظبط العجينة بتاعتنا اهو عشان نسيبها تخمر، عشان نبتدي نعمل التوست بتاعنا بشكل جميل خالص. وهنعملوه كده بالسمسم، وهتجربوا الوصفة بتاعت وصفات ندى الشطورة، وما تنسوش احلى لايك. يلا كده اهو بالشكل ده كده نعجن 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 كده لغاية ما تكون معايا العجينة بتاعتي بالشكل ده. واديله كده كل شوية شوية مية اهو. الله اكبر. جربنا نكبر يا جماعة. اتفرجوا على نهاية الفيديو وما تنسوش تكتبوا لي تعليق حلو، ولو اي حد محتاج اي سؤال لاي وصفة يكتب لي في التعليقات، هرد عليكم على طول. غسلت ايدي يا جماعة ورجعت يلا عشان اكمل كده عجن فيها، عشان عايزينها كده يكون ليها عرق وتكون جميلة 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 يا جماعة. الله اكبر. واديله 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 على احلى فيديو على وصفات ندى الشطورة. الله اكبر. شايفين العجينة بقت عسل ازاي؟ الله اكبر. الله اكبر يا جماعة. واديله 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 عجن. شايفين انا بعجن ازاي؟ بمد واشد فيها كده. الله اكبر. كده الله اكبر. شايفين الجمال؟ العجينة ملمسها جميل وفي حتة تاني خالص يا جماعة. شايفين كده يا جماعة اهو. خليت كده يكون ليها عرق جميل خالص في العجن، وعجنتها كتير 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 اهو بالشكل ده. يلا بقى عشان هرجعها في البولة علشان اسيبها كده تخمر، ونشوفوا بعد كده هنعمل ازاي التوست بتاع وصفات ندى الشطورة ده وايه قصته. ويلا كده يا جماعة شايفين خمرت ازاي؟ هنبتدي كده. الله اكبر. شايفين الجمال؟
هنقطع العجينة بتاعتنا اهو ل8 بالشكل ده، ونبتدي بعد كده نعمل الدواير. قسمناهم كده، احنا مسكنا العجينة قسمناها على 8 دواير. يلا كل دايرة دلوقتي هنعملها كده صابع طويل بالشكل ده، شايفين الجمال؟ طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنمسك كده الدواير بتاعتنا كده، وهنمسك كده اول واحدة معانا، وهنبتدي كده نعملها كده صابع طويل، نفردها كده صوابع بالطول بالايد تمام على الرخامة تمام اهو، ويكونوا كده قد بعض. نفردهم كده بالشكل ده اهو، وهنرجع نفردهم تاني يكون استريحوا. خليهم كده بالترتيب اهو، عشان نرجع تاني نفردهم بالترتيب يكون الأولى استريحت. بالشكل ده. طيب اهو اخر واحدة معايا، هبتدي يلا بالاولى تاني وافرد بس كده اهو زي العسل. وادي كده اختها، نيجي على اللي بعدها اهو، ونفرد كده اهو. لما سبناها استريحت كده ورحنا للأولى اتفردت كده معانا وبقت زي الفل. شايفين الجمال؟ الجمال عدى الكلام يا جماعة. فردناهم كده وبقوهم زي العسل. الله أكبر. ادي كده معايا افردهم كده بالشكل ده. ونخلي كده كل 4 مع بعض. طيب هنعمل ايه بالأربعة؟ هنمسك 4 ونمسك كده طبق، حاطة معايا كده شوية لبن وبيضة وذرة فانيليا، ونديهم كده قليل بالشكل ده. طيب عملتي ايه تاني يا ندى؟ معايا سمسم. سمسم يا جماعة كده، ونحطه كده في بولة كده اهو في صينية، علشان هنمسك كده الصوابع بتاعتنا ال4 ونعملهم كده اهو بالبيض بالشكل ده اهو. نخلي البيض يجي فيهم كده في كل حتة علشان نمسكهم، وعلى السمسم على طول واديله اهو. الله اكبر. شايفين كده؟ خليناها كلها اتطعمت كده بالسمسم بتاعنا وبقت زي الفل. طيب هنعمل لها ايه؟ هنسيبها كده اهو هنا عشان نعمل اللي بعدها. هنمسك كده في البيض، نغمسها كلها كده في البيض ونحطها في السمسم اهو بالشكل ده.
وكده بعد ما طعمتهم كده الأربعة بالسمسم بالشكل ده، طبعا احنا مش هنرمي البيض بتاعنا، ومعايا الأربعة العاديين اللي ما حطيتش فيهم السمسم. يلا كده علشان نشكل بالشكل ده هنعمل ايه؟ هنمسك كده اهو الأربعة العاديين اللي معايا اهو، هنوقفهم بالطول كده. ليه يا ندى؟ علشان كل واحدة هحط جنبيها واحدة بالسمسم اهو بالشكل ده. ادي كده معايا اول واحدة. طيب تاني واحدة هحطها كده واحط جنبيها واحدة من غير سمسم. فهمتوا كده المقصود؟ اهو بالشكل ده. نظبطهم ونمسك يلا واحدة بالسمسم اهو، ونضيف جنبيها اختها اللي من غير سمسم. ليه يا ندى؟ علشان هنضفر دلوقت ونعملها واحدة كبيرة بالشكل ده كلهم كده بعض. الله اكبر، شايفين الجمال؟ الجمال عدى الكلام يا ندودة اهو. ونقرب دي كده عليهم شوية علشان لما نيجي نضفر يبقوا قرب بعض بالشكل ده. تمام معايا كده الشكل ده وبقى 100%. هنعمل ايه؟ هنمسك كده، هنمسك دي دول وهنروح نخلي دول كده ودي كده. تمام اهو الاتنين احنا هنتحرك اتنين مع بعض، مش هنتحرك واحدة واحدة. تمام. طيب وبعد ما نجيبوا دي كده هنروح نخلوا دي كده بالشكل ده. هنا ادانا شكل ضفيرة. طيب هنمسك دي هنحط دول كده نجربهم ادونا الشكل ده. دي بقى هتتحط فوق دي اهو، ادى شكل الضفيرة. طيب ودي هتتحط كده، دي هتتحط كده. شايفين الشكل؟ الشكل ظهر معايا بالشكل ده، ونعمله كده بالشكل ده كده اهو. اهو خلصنا اول حتة. يلا نيجي للباقي اللي من فوق. هنعمل ايه؟ هنعمل دي كده اهو اهو بالشكل ده، دي هتبقى كده. طيب دي بقى هندخلها كده لجوه بالشكل ده لكده. شفتوا سهلة ازاي؟ طيب هنعمل ايه؟ هنمسك دي يلا هنحطها كده. تمام. ودي هتبقى فوقيها كده. طيب هنعمل ايه تاني؟ هنعمل دي هتبقى كده، ودي هتبقى كده فوقيها. شفتوا ظهرت معايا ازاي؟ الله اكبر على الشكل، جميل جميل جميل. طيب الجوانب دي هنعملها كده اهي. طيب والناحية التانية هنمسك الأربع جوانب كده اهو بعد ما ظهرناهم اهو كده. هنعملهم هندخلهم بالشكل ده كده. شايفين ظهرت معايا ازاي؟ الله اكبر. يلا بقى علشان نحطها كده في الصينية بتاعتنا. وجبت كده الصينية بتاعتي حطيت فيها كده شوية زيت كده وادينها كده على الأطراف كده وكلها بالزيت بالشكل ده. طب ليه يا ندى؟ علشان أحطها فيها عشان لسه هتخمر وهتملى الصينية بتاعتي كلها. تمام. يلا كده أمسكها كده أهو الصينية بتاعتي، وأمسكها وأقول الله أكبر بسم الله ما شاء الله أهو. أجيب كده الصينية الجاي علشان أبتدي أحطها في الصينية. الله أكبر. طيب الأطراف دي زي ما احنا عاملين ناخدها كده لجوه ونظبطها، وهنا برضو أخدها كده لجوه أكتر كده أهو واظبطها. ليه؟ علشان هتملى الصينية بتاعتي كلها بالشكل ده. شايفين الجمال؟ الجمال عدى الكلام يا جماعة. يلا بقى نرجع بقى للبيض باللبن بتاعنا. ندهن كده علشان كده أسيبها عشان لما تدخل الفرن تبقى مدية التحمير بتاعها الحلو اللي زي الفل يا جماعة اهو. انا مش عايزة اجي جوي جنب السمسم علشان ما يطلعش معايا اهو. الله اكبر، احلى توست كده
وسهل اقتصادي وموفر ومفهوش اي تعب خالص، والشكل تحفة يا جماعة. اهم من الشغل تظبيط الشغل. الله اكبر، شايفين الجمال؟ ممكن احنا نعمل كده من فوق لفوق كده على السمسم اهو، علشان يدي كده لمعة لما يطلع من الفرن بتاعتي. الله اكبر. طبعا يلا كده يا ندى، بعد ما دهنتيه يلا كده هغطيه كده بكيسة كده من فوق، علشان كده اسيبه يلا يخمر خالص معايا ويجب خالص عشان ندخله الفرن بتاعتي. كده يا جماعة بعد ما طلعت العيش العظمة ده بتاعنا، عيش يا ندى، عيش، ما هو ده الجمال والحلاوة عند تركات وصفات ندى الشطورة. شايفين الجمال؟ حاجة كده في منتهى الخيال يا جماعة. بس أنا سبته خمر زيادة مني، انتوا ما تسيبوهوش يخمر زيادة منكم، هتلاقي الشكل يوضح أكتر من كده، وشكل الضفيرة نفسها هتوضح أكتر. لكن الشكل زي العسل، الطعم زي العسل. شايفين بالسمسم، ودي اللي من غير سمسم، وبعد كده بالسمسم. دي تركات وحركات الشيف ندى بس. شايفين لما قطعته بصوا اسفنجي ازاي؟ الله أكبر. أحلى توست نعمله اقتصادي موفر وبالسمسم كمان، والطعم خيالي يا جماعة. شايفين؟ اسفنجي اسفنجي اسفنجي. الله أكبر، الله أكبر، بجد بجد تسلم إيدك يا بنتي يا ندودة. لو عجبتكم بقى وصفة التوست الاقتصادية بتاعتي، ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك والسبسكرايب على القناة لو عجبكم التوست بتاعي. السلام عليكم.